بدأنا بموطني، وكيف يكون لنا موطن بدون الأرض؟ ونحن نجتمع اليوم لنستذكر ونسترجع ونحيي يوم الأرض الخالد من 30 من آذار عام 1976. وباسمي وباسم رئيس المجلس المحلي أبو فادي الذي اعتذر وتعذر عليه الحضور بسبب تواجده خارج البلاد، وباسم زملائي في المجلس المحلي وعاملي المجلس المحلي، نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية المميزة، الأمسية الأدبية السياسية بمناسبة يوم الأرض 40. وباسمكم جميعا طبعا نرحب بابننا وأخينا وزميلنا رئيس القائمة المشتركة التي جسدت أماني شعبنا في الوحدة، الأخ أيمن عودي. فأيمن طبعا هو ابن بلد في كل بلد، وبتصور انه بيطلع له يرحب فينا اكثر ما بنرحب احنا فيه. الزميل قاسم خطيب طلب مني اني ارحب، ولكن ما خلاش لنا مجال للترحيب لانه رحب بالجميع، ولكن بما انه احنا اليوم في الذكرى 40 ليوم الأرض، لابد من بعض الكلمات بهذه المناسبة. لن أطيل عليكم لأني سأترك هذا المجال للزميل والأخ أيمن عودي، ولكن لابد من سؤال نطرحه على الحضور، وخاصة الشباب الذين كانوا قبل 40 سنة صبية صغار، وربما قسم كبير من الحضور لم يكن قد ولد في تلك الفترة، ولكن جميعنا نسمع ونقول ونحتفل بيوم الأرض. فلذلك من الضروري أن نطرح السؤال الذي لا بد من هنا في هذا المحضر، وكل منا في بيته أمام أولاده وفي كل جلسة يحضرها: ما هو يوم الأرض وكيف حدث يوم الأرض؟ ضروري جدا أن نتمسك بهذا اليوم، لأن هذا اليوم ليس يوما عاديا. يوم الأرض 30 من آذار كان يوما مفصليا في تاريخ شعبنا الفلسطيني المتبقي في أرضه والمتمسك بها، والذي ولولا تمسكه بهذه الأرض وبقائه هنا، بديش أقول وضعنا اليوم على الصعيد الفلسطيني منيح نتيجة الخلافات والأشياء اللي كلها والسياسة العالمية اللي بتعرفوها، ولكن لولا وجودنا إحنا هون كان وضع القضية الفلسطينية اليوم أسوأ بكثير 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 من اليوم. إحنا اللي حافظنا على القضية الفلسطينية، إحنا اللي حافظنا على الأرض بالمعنى الكبير وليس بالمعنى الصغير دنم حفنة التراب، لأنه لا وطن ولا كرامة ولا وجود بدون الأرض. الأرض أرضنا جميعا، أرضنا جميعا، مش الدنم اللي وثلاث الدم اللي لفلان ولا علان. ناخذ معنى الأرض بالمعنى الواسع، معنى الوجود. ولذلك لابد من أن نسترجع ولو قليلا كيف ولد يوم الأرض. طبعا
الكل هون بيعرف انه الحركه الصهيونيه حتى قبل 1948 هدفها الاول في فلسطين كان استملاك الارض، لانهم امنوا انه لا يمكن ان تقام دوله ولا يمكن ان يكون شعب بدون ارض. فبدا السماسره وبدا بيع الاراضي واستملاكها من الاقطاعيين بمئات الاف واكثر من الاف الدنومات. عشان هيك الكريم جايين اللي بيعرفوا التاريخ قامت بكثير قبل قيام دولة إسرائيل تحضير لقيام الدولة من أجل كسب الأرض، شراء الأرض. فهذه الأطماع كانت منذ أكثر من 100 سنة وزادت وأخذت شرعية أكثر مع قيام الدولة في سن القوانين العنصرية، القوانين اللي كانت هدفها هو تجريدنا من أرضنا وإبقائنا في جدوات قرى صغيرة محاصرة من كل النواحي حتى ما نقدرش نتطور وحتى هم يستولوا على الأرض ويقيموا الدولة وإحنا نصبح شعب بس عمال في المصانع وفي الأماكن الأخرى، ندور بس على لقمة العيش تبعتنا وننسى السياسة. هذه السياسة مثل ما قلت شرعنوها بقوانين كثيرة، كثار هون من زملائي ومن الكبار بيعرفوا هاي القوانين، قوانين المصادرة الكبيرة، قوانين استملاك الأرض لمصلحة الجمهور، مثل وين أخذوا كرميل، كأنه الجمهور هو أهل كرميل أو اليهود، إحنا مش جزء من الجمهور. الأرض هاي صدرت لمصلحة الجمهور، للبناء لمصلحة الجمهور. أي جمهور؟ أرضنا اتخذت لمصلحة الجمهور وإحنا مش جزء من هذا الجمهور. غير عن القوانين الأخرى من قوانين الأراضي البور، القوانين الأراضي الصخرية اللي صدرت واستمرت هذه المصادرة بشكل وبآخر وبعشرات وبمئات وبملايين الدنومات فترة طويلة. حتى سنوات ال70 كانت هناك حبة أخرى من المصادرات كانت لأكثر من 20,000 دنم، خاصة في المنطقة في الشمالية عندنا منطقة سكين دير الأسد، كل هذه المناطق اللي هون. فلذلك القيادة والجمهور العربي بشكل عام نتيجة الظلم قاموا واجتمعوا بالناصري في 75 وتأسست لجنة الدفاع عن الأرض. وهذه اللجنة بدأت تجمع الناس من أجل التصدي لهذه المخططات، وكان الاجتماع الحاسم في أول آذار 1976 في الناصري، حيث أعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي إعلان الإضراب في 30 من آذار. قامت قائمة السلطة وحاولت بكل الوسائل اللي منعها، وكان يومها في هذيك الأيام اللي بذكر واللي بتذكرش بنقول له حتى يتذكر ويعرف، كان بعد الناس تخاف من البوليس، تخاف من الشين بيه، كان في كمان رؤساء سلطات محلية اللي معروفين بميلهم وبخضوعهم للسلطة. فبعد الإعلان هذا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية اجتمعت في 25 آذار في بلدية شفا عمر، وهناك نوقش الإضراب في 30 من آذار. الملفت للنظر انه وقت ما كان الاجتماع في القاعة في شفا عمر، الآلاف من الجماهير العربية اتواجدت خارج القاعة وطالبت القادة بإعلان الإضراب. كان هناك بعض الرؤساء اللي حاولوا يخربوا الشغله أخرجوهم من الأبواب الخلفية، وهناك معروف لحد
اليوم الشعار اللي رفعه طيب الذكر القائد توفيق زياد حين قال في شعار الشعب يريد الإضراب، الشعب أعلن الإضراب، وهناك خرجت القادة مرفوعين على الأكتف. ومن ذلك اليوم بدأ يوم الأرض، ولكن للأسف أنه هذا اليوم لم تفوته السلطة كما في أيام كثيرة من أيامنا الوطنية بدون دماء. فكانت الحصيلة أن هاجمت الشرطة الجماهير المضربة والمنتفضة في سخنين وعرابي ودير حنا، وكانت الحصيلة 6 شهداء. طبعا هاي السياسة استمرت كمان في عبد الأقصى وغيره، إنه البوليس بمظاهرات اللي فيها جماهير عربية يتصدى لهذه المظاهرات بالرصاص الحي وبقع ضحايا. بينما بنشوف احنا في الوسط اليهودي مظاهرات واحتجاجات اللي ادت احتجاجاتنا على مليون مره لا يطلق فيها رصاصه مطاطيه واحده ولا قنبله غاز. فهذا هو يوم الارض الذي نحييه هذه السنه للمره ال40. فعلينا أن نحافظ على هذا اليوم كيوم وطني، وأن نحييه حسب ما تقتضيه قادتنا، إما بالإضراب بالمظاهرات والمهرجانات. هذه السنة كان إحياء يوم الأرض بإعلان الإضراب العام في الوسط العربي وبمهرجانات قطرية في النقب وفي عرابي. فالجميع مدعو للمشاركة في مظاهرة يوم الأرض القطرية في عرابي في 30 من أذار الساعة 4 بعد الظهر. فكل أذار وجميعنا بخير ويعطيكم العافية، وإن شاء الله آذار القادم واللي بعده بتكون أوضاعنا أحسن بكثير من اللي احنا عليه اليوم. 40 عاما هن عشرات السنين هجم الغزاة على أراضي الفلاحين. 40 عاما بالتمام وبالكمال نتعلم الدنيا بدرس لا محال عنوانه أن الإرادة لا تلين. 40 عاما منذ يوم الأرض في عام 76، منذ حكام طغوا بضلالهم كانوا وما زالوا لأرض نائبين، منذ تكسير عظام الأبرياء في عهد إسحاق رابين كلهم نهبوا ترابي، كلهم سرقوا بلادي، لا فرق بين يسارهم أو اليمين. نبشوا تراب القدس بالمبكى بالهيكل المزعوم والمستوطنين، دخلوا المساجد والكنائس لا يريدون الأذان ولا أجراس ولا رنين. ماذا تريدون من الشعب الذي حاصرتموه باحتلال الظالمين؟ لم يبق في الدنيا احتلال قائم إلا احتلال الغاشمين الفلسطيني. لا شعب في الدنيا لديه يوم أرض إلا الذي اغتصب الغزاة بلاده وأبى ضلال الغاصبين. قد صنعنا يوم أرض بلادنا وجذورنا فيها ولسنا لاجئين. صعقوا بيوم الأرض غاب صوابه حين انتفضنا في المثلث والجنوب وفي جليل الصامدين. حاولوا أن ينهبوا أفواهنا، أن يسجنوا أصوات كل الثائرين. حاصروا البلدان في سكناتهم، حولوها مثل سجن وسجين.
فغزوناها بصرخات التحدي، لا ولا لن نستهين، فتصدوا برصاص الغدر فينا في صدور الغاضبين، فتسجل التاريخ في شهدائنا في دير حنا في عراب بسهمين. لكننا لا ننحني، لا ننتمي، وبغير دين الله لسنا نستعين. قد زرعنا الأرض بين ضلوعنا سهما يرد على رصاص المعتدين. لا سلم في الدنيا لشعب طالما حكامه احتلوا أراضي الآخرين. إن احتلال الأرض من أصحابها قد جر أطفال الحجارة لسكين. نحن لسنا شعب قتل، نحن لسنا شعب إرهاب ولا إرهابيين. حقنا في أن نقاوم ثورة المستعمرين. علموهم أن ثورتنا حضارة، أننا شعب اليقين. خبروهم نحن عود ليس يطلى، وذراع ليس كلها لا تلين. نحن زهر، نحن زرع، نحن موجودون في الأرض ولسنا مارقين. عشنا بأوطان الجدود هنا ولسنا قادمين. نمشي بكل كرامة وشهامة لا ننحني إلا لرب العالمين. لن يقطعوا بالعنصرية دربنا، لا لن نكون أمامهم متناحرين. لن يفلحوا بالطائفية شقنا، لا لن يفرق شعبنا لون ودين. نحن موجودون في عمق التراب، نحن ورثنا الأرض لسنا سابقين. لن يقتلعنا من أراضينا سوى موت من الله وفيها مقبورين. ولدتنا الأرض أطفالا حبونا فوقها ورضعنا ثورة الناصريين. نتعلم الإيمان بالأرض التي ضمت رفات جدودنا والسالفين. ومثلما لله دين هكذا للأرض دين. أقسمت بالله وبالأرض وكل المرسلين أن للأرض نبيا أنه للأرض دين. أقسمت بالتين وبالزيتون وبطول سنين لو قدسنا الأرض في آيات رب العالمين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم فتبارك الرحمن خير القائلين. باسم كتاب الله في آياته وباسم كل النبي سيظل يوم الأرض ثورة غاضب، سيظل يذكر من دعوا مستشهدين. أقسمت بالأرض وبالله العظيم، أقسمت باسم الأرض والله العظيم. كل شهيد في سبيل الأرض مثل نبي مرسل وبذمه يحمل الدين. أنا أتيت الآن من الطيبة، طيبة بني صعب، وبالأمس كنت في طرعان وفي عدة بلدان تحيا بها أماسي خاصة بيوم الأرض الخالد. هذا الشعب يستحق الانتصار ويستحق الحياة. لماذا صمد يوم الأرض؟ ما هي قيمة يوم الأرض الأساسية؟ برأيي هنالك موضوعان. الموضوع الأول أنه تمحور حول قضية الأرض، وهي مركز الصراع بين الحركة الصهيونية وشعب فلسطين منذ العام 1897 وحتى يومنا هذا. وقضية الأرض تجمع الأبعاد القومية والمدنية والمادية والرمزية أكثر من أي قضية على الإطلاق. الأمر الثاني وهو قيمة يوم الأرض الأساسية هو أنه نجح بتحويل نفسية شعبنا
من نفسية نكبة، نفسية هزيمة، إلى نفسية مواجهة وتحدي وتجدد. هذا هو الأساس. فعندما يسأل الجيل الشاب لماذا يوم الأرض، مهم جدا أن نعرف أنه بعد النكبة الكبرى بقينا هنا 156,000 واحد، أضيع من الأيتام على مآدب اللئام، كما كان يقول أحد أبرز قادة يوم الأرض توفيق زياد على لسان طارق بن زياد: أضيع من الأيتام على موائد اللئام. وهذه الجماهير أرادت أن تبقى في الوطن، وهذا كلفها الكثير. كنت كل يوم خميس الساعة 11 ظهرا أزور رفيقي الكبير وأخي الكبير توفيق طوبي، فكان أبو الياس يحدثني بقول لي: يا أخي بسنة 53 أجوا بدي يهجروا أهل مجد العسقلان. رحت عندهم قلت لهم انتبهوا بدهم يهجروكم. رحت على الكنيسة حكيت خطاب ضد تهجير أهل مجد العسقلان. كتبنا في صحيفة الاتحاد. لما سمعت المجرفات من جريون وصلت إلى مجد العسقلان ذهبت إلى هناك بسرعة ورأيت الناس تحمل الشعارات: يعيش من جريون يسقط توفيق طوبي. قال لي: أنا لم أغضب على الناس، هكذا كانت حال الناس في تلك الأيام. اعتقدت أن الحل والعقد بيد بن جريون، وإذا تذللنا إلى بن جريون وإذا هاجمنا توفيق طوبي فربما يبقونا في الوطن. ولكن كانت النتيجة أن ألقت بهم شرافات بن جريون إلى خارج الحدود إلى سيناء. هذه نفسية نكبة، نفسية شعب مهزوم. كفر قاسم 29/10/56 كما حدث بعد دير ياسين أرادوا أن يحدث بعد مجزرة كفر قاسم، علّ العرب يهربون في ظل الحرب العدوانية على مصر عبد الناصر، حرب العدوان الثلاثي. بعد 6 أشهر أهالي كفر قاسم عملوا صلحة مع ملينكي وبين سور وبين سفي الذين قتلوا أهاليهم بأيديهم. وكانت هذه الصلحة جريمة أخلاقية لا تقل قسوة عن الجريمة الدموية في مجزرة كفر قاسم. هذه نفسية النكبة، نفسية الخوف. يعني يا شباب، هل معقول شعب منتصر معتز بحاله يكون عنده أمثال مثل امشي الحيط الحيط وقول يا رب السترة، أو الإيد اللي بتقدرش تكسرها بوسها وادعي عليها بالكسر، الكف ما بلاط المخرز. في شيء واقع أكثر من هيك، اللي بيتجوز أمي هذا أكثر واحد واقع. أو بوس الكلب من تمه فتقضي حاجتك منه، وغيرها من الأمثال الشعبية المهزومة لشعب مهزوم. شعب منتصر معتز بحاله لا تكون له مثل هذه المقولات. هذه هي نفسية شعبنا في الخمسينيات والستينيات. كان هنالك من يقاوم وقاد النضال الحزب الشيوعي بوطنية عنيدة وحكمة كبيرة. قاد هذا النضال بالخمسينيات والستينيات، وكان لابد أن نصل إلى حالة تصادم بين جماهيرنا وبين المؤسسة الحاكمة في القضية التي قلنا بأنها تحمل كل الأبعاد القومية والمدنية والمادية والرمزية، وهي قضية الأرض. لهذا عندما قالوا نحن شعب 30 من أذار
هذه كلمة كلها شموخ. فمن أهمية يوم الأرض إنه صنع رمز وطني لشعبنا في كافة أماكن تواجده، أيضا في مخيمات اللجوء وفي شتات القصري، بأن من تعبيرات نفسية المواجهة بأنه لأول مرة التصويت للأحزاب الصهيونية أصبح أقل من 50% فقط بعد يوم الأرض الخالد. كلها أبعاد مهمة. وأيضا مصادرة الأراضي بالجملة توقفت بعد هذا اليوم الخالد، ولكني أريد أن أكرر وأؤكد أن الأهمية الأساسية هو تحويل نفسية الشعب من نفسية خنوع إلى نفسية مواجهة. هذه هي الأهمية التاريخية لهذا اليوم العظيم. أكثر من دفع ثمنا هم الشهداء، ويليق بنا أن نذكر أسماءهم واحدا واحدا. خديجة شواهني سمعنا الاسم قبل قليل، رجا وريا وخضر خلالي من سخرين، محمد خير ياسين من عرابي، محسن طه من كفر كمنة، ورافت الزهيري من مخيم نور الشمس الذي استشهد في الطيبة. وكأنه من قدرنا في كل مواجهة أن يختلط الدم الفلسطيني بين هنا وبين هناك. كذلك في يوم القدس والأقصى أكتوبر 2000 استشهد أيضا مصلح أبو جراد وهو من الضفة، استشهد على أراضي الفحم. الإخوة الكرام، ماذا يعني لنا يوم الأرض اليوم؟ على مستوى الأرض مهم أن يعرف الجميع، خاصة الجيل الشاب. يا شباب، دولة إسرائيل منذ العام 48 حتى اليوم أقامت 700 تجمع سكاني جديد، كلها لليهود وصفر للعرب. يعني مرات لما بنحكي عن التمييز بنقول احنا 18%، بينما بنحصل على حصة 2%، 3%، 4%. هنا المعادلة هي 0 من 700، 0 للعرب و700 لليهود من 48 حتى اليوم. وهنالك أمور الناس لا تعرفها. أكم تجمع سكاني ممنوع أن نسكن نحن العرب به؟ مين بيعرف؟ 941 تجمع سكاني في البلاد ممنوع أن يسكنوا العربي بفضل ما يسمى بلجان القبول التي هي أشبه بأنظمة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. نحن أهل الوطن نستطيع أن نسكن في كل مكان في أوروبا، وفي كل بلدة في أمريكا، وفي كل بلدة في إفريقيا، وفي كل بلدة في أستراليا، وفي كل بلدة في العالم العربي. فقط في بلد واحد في 941 بلد لا نستطيع أن نسكن بها، وهذا هنا في بلادنا. فمهم أن تعرفوا عندما نتحدث عن سياسة التمييز، القهر القومي، هذه أمور كلها معطيات رسمية. والآن تواجهنا قضايا عينية، منها قضية أم الحران، وهي قرية غير معترف بها بالنقب. القرى غير المعترف بها أقيمت قبل قيام دولة إسرائيل. الإنجليز في العام 33 بدأوا في تحويل الأراضي إلى ما يسمى قسيمي وكتلي. بدأوا من عرب العرامشي في الشمال، بلشوا ينزلوا بلد بلد، ووصلوا إلى الفلوجة منطقة كريات جات اليوم في العام 39 الحرب العالمية الثانية. فتوقف الإنجليز عن تقسيم بلادنا، وجاءت دولة إسرائيل والنقب غير مقسم.
يعني لو الناس بدها تسجل الأراضي بالطابو ما بيطلعش بإيدها، لأنه الأراضي غير مقسمة. ولكن في اتفاقيات بين الناس إنه هاي الأرض لي هاي الأرض لا. في العام 48 كان في 110,000 عربي في النقب. بفعل النكبة تحول العدد إلى 11,000. نقلوهم من أراضين إلى منطقة السياج، شوفوا الكلمات أشبه بالحظائر، إلى منطقة السياج في النقب. الناس المساكين سلموا السلطات أوراق الاتفاقيات بيناتهم، وحتى في عليها طابع بريدي، مش بس البصمة، وطابع بريدي كمان. في العام 53 سبحان الله يحرق جناح في الطابو في بئر السبع، الجناح اللي فيه أوراق أهل النقب. صدفة. وبيجوا بيقولوا لهم فيش إلكوا حق بالأراضي، بينما بياخذوا قرار بإقامة مزارع للأفراد اليهود في النقب بهدف تهويد المكان وإحياء القفار. إحياء القفار، يعني هذول العرب بيعرفوش يحيوا القفار، بس هن بيقولوا لك بدناش نعترف بهاي القرية لأنه في مشكلة تخطيطية. من هون لازم يمر شارع كبير، أنبوب غاز، سكة قطار. طب ليش بدكم تطردوا أهل أم الحيران وتقيموا محل حيران اليهودية؟ من أيام مجد العسقلان 53 حتى اليوم لم يحدث أن طردت الدولة ناس من أجل إقامة قرية لناس آخرين. هذا تحدي أساسي. إحنا بالعمل البرلماني قد نحرز إنجاز هنا وهناك، ولكن أعمال بمثل هذه البشاعة يوم الأرض يعلمنا أنه فقط بالنضال الشعبي المنظم نستطيع أن نمنع مثل هذه الجرائم. القضية الثانية قضية دهمش بين اللد والرملة، اللي فيش أي سبب أن لا يعترفوا بهم، وهم أهل الأرض ومعهم طابوا على الأرض كمان. والقضية الثالثة هي قضية قريبة، قضية الطنطور. يعني شوفوا عقلية الوصاية، عقلية الوصاية بدنا نعمل كل شيء منيح بس غصب عنكم. طب معقول هذا الكلام؟ ما دام شيء منيح خلينا معكم نعمله، خلينا نقعد مع بعض ونخطط مع بعض على اساس نعمل شيء منيح لنا. لا، بدنا نعمل شيء منيح بس غصب عنكم وبدون مشاركتكم. طب احنا بدنا مدينة وبدنا قرى وبدنا مدن، بس المكان صحيح مش على أراضي الناس المصادرة، ومش لأنكم خايفين من نسبة العرب بعكا، وخايفين انه كرميل عم بيزداد فيها العرب، وخايفين انه هرية عم بيزداد فيها العرب، فبدكم تعملوا ملحق لجديد المكر. حتى وصلوا اليوم مش مدينة، غيروا نصهم. بدكم تقيموا 40,000 نسمة على 1000 دنم. يعني نتسيرة عنيد 40,000 على 40,000 دنم، كل مواطن له دنم. هون الطنطور 40,000 على 1000 دنم، هيك الخطة. يعني هاي مدينة. شو هي المدينة؟ المدينة هي الروح الفردية. الفرق بين القرية والمدينة إنه القرية يا أبو عمر بتضلك أنت أبو عمر ومين أبوك ومين أمك كله محجوز ومعروف، هاي القرية. المدينة المهم أنت، مش مهم مين أبوك. هي الروح الفردية. المدينة هي الروح الفردية، هو من أنت وليس ابن من أنت. هذه هي المدينة. والمدينة هي مقاهي المثقفين، والمدينة هي الصحافة ودور النشر. ايش معنى 40,000 نسمة على 1000 دنم؟ هاي مدينة هاي؟ قالوا غصب عنكم، بحبونا غصب عنا. عقلية الوصاية، إنهم بيفهموا مصلحتنا أكثر منا. هذه العقلية العنصرية
يجب أن نفشلها على أرض الطنطور، لأن بناء الطنطور يعني تفريغ عكا من بعدها العروبي. فأمامنا قضايا عينية تخص الأرض والمسكن، ونحن لا نستطيع أن نتصدى لذلك إلا بالعمل الشعبي المنظم. هذه هي المهام الأساسية أمامنا في السنة القادمة على مستوى الأرض، وجماهيرنا ستكون عند وعدها وستتصدى وستنتصر على هذه المخططات. وكل يوم أرض وأنتم بخير.